أسدل الستار على فعالية الدورة 24 للمهرجان الوطني للفيلم بطنجة بالإعلان عن نتائج الأفلام الفائزة في هذه الدورة، والتي جاءت كالتالي: الجائزة الكبرى فيلم العصابات للمخرج كمال الزرق. القيمة المالية للجائزة الكبرى 200,000 درهم. جائزة لجنة التحكيم للمخرج فوزي بن سعيدي عن فيلمه تلت الخالي. جائزة الإخراج محمد شريف الطريبق عن فيلمه مذكرات. جائزة الإخراج 70,000 درهم. جائزة الإنتاج من نصيب فيلم وحده الحب للمخرج كمال. القيمة المالية 150,000 درهم. جائزة العمل الأول من نصيب الفيلم واش من ريح للمخرجة ليلى التريكي. جائزة العمل الأول 70,000 درهم. بينما حصل فيلم على الهامش للمخرجة جهال البحار على 3 جوائز: جائزة أفضل سيناريو، وأفضل دور رجالي للممثل أوبقة، وثاني دور نسائي لمجدولين الإدريسي. جائزة السيناريو 50,000 درهم. القيمة المالية لجائزة أول دور رجالي 50,000 درهم. القيمة المالية لجائزة ثاني دور نسائي 40,000 درهم. وحصلت الممثلة مريم البوعزاوي على جائزة أفضل دور نسائي في فيلم صمت الكمانجات للمخرج سعد شريبي. جائزة أول دور نسائي لمريم البوعزاوي 50,000 درهم. أما جائزة أفضل ثاني دور رجالي فقد عادت للممثل أمين الناجي عن دوره في فيلم قصة وفاء للمخرج علي الطاهري. جائزة ثاني دور رجالي 40,000 درهم. وذهبت جائزة الصوت في فيلم أنيماليا للمخرجة صوفيا العلوي لمارييت غودان. جائزة الصوت 40,000 درهم. وجائزة الصورة لفلوريان بيروتي الفيلم تلت الخالي للمخرج فوزي بن سعيد. جائزة الصورة القيمة المالية 40,000 درهم. كما عادت جائزة الموسيقى الأصلية إلى وليد بن سليم عن فيلم مروكية حارة للمخرج هشام العسري. جائزة الموسيقى الأصلية 40,000 درهم. بينما عادت جائزة التركيب لكل من كوثر تغزاو ومامون كشاني عن فيلم فندق السلام للمخرج جمال بالمجدوب. أما جوائز الأفلام القصيرة الروائية والوثائقية فكانت كالتالي: الجائزة الكبرى للمخرجة رشيدة الكراني عن فيلمها رشيد. الجائزة الكبرى للفيلم الروائي القصير 100,000 درهم. جائزة لجنة التحكيم عادت لفيلم حمل خروف وغربان للمخرج أيمن حمو. جائزة لجنة التحكيم الخاصة 80,000 درهم. أما جائزة السيناريو فذهبت للفيلم القصير إخوة الرضاعة للمخرجة كنزة التازي. صنف الأفلام الوثائقية الطويلة، الجائزة الكبرى عادت للفيلم الوثائقي الطويل كذب أبيض للمخرجة أسماء المدير. الجائزة الكبرى 100,000 درهم. والفيلم الوثائقي مورا يشكاد للمخرج خالد الزيري حصل على جائزة لجنة التحكيم الخاصة. جائزة لجنة التحكيم الخاصة 60,000 درهم. كما منحت لجنة التحكيم جائزة الإبداع للفيلم الوثائقي الطويل حراس القصر للمخرجة عيدة بوي. جائزة الإبداع 40,000 درهم. بالنسبة لمسابقة أفلام المدارس ومعاهد السينما فقد فاز فيلم العشاء الأخير للمخرج بلال مشمور بالجائزة الكبرى. الجائزة الكبرى 50,000 درهم. جائزة لجنة التحكيم لفيلم أرض الله للمخرج عماد بن عمر. جائزة لجنة التحكيم 30,000 درهم. على العموم كانت النتائج مقبولة بدرجة معقولة،
فأغلبية الأفلام المحترمة فنيا نالت نصيبها من الجوائز والتنويهات،